السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الكرام، مباراة الليلة مباراة مصيرية ضد سان داونز. 3 بوان هي الأهم في هادشي كامل. رسالتي غتكون للعابة. أنا تنقول نتوما اللي غتحملوا المسؤولية دابا، باش نكون معكم واضح. المسؤولية نتوما اللي غتحملوها 100%. ما كاين لا إدارة لا منخرطين لا سيدي سكري، باش نكونوا واضحين ونحاولوا نوصلوا للجمهور داكشي اللي بغينا نوصلوا. أنا رسالتي غتكون للاعبين، ما تسناو والو من هاد الإدارة وما تسناو والو من هاد المنخرطين. فقط هي حكايات وخرافات واقاويل وكلام واجتماعات خاويه لا تفضي ولا تنفع ولا اي شيء. ما تنتظروا من هاد الناس حتى شي حاجه. نتوما كلعابه اليوم الجمهور غيكون في ظهركم، غتمشيو للتيران غتلعبوا. كنا كنتكلموا على الرجاء ما تقدرش على سانداوس، ولكن سبحان الله العظيم عندنا واحد المساله كتسمى الرجاء. هي داك الامل دائما موجود، ما حد يكون فيها لاعب سواء عادي سواء كاليتي عيانه سواء لاعب مجهد. انا اللي غادي نقول اليوم الرجاء اللعابه ديالها نتوما عندكم فرصه اليوم، اما تكون شي حاجه ورا السبت اما ما غتكون حتى شي حاجه ورا السبت. اليوم عندكم واحد النهار فين تبدلوا بزاف ديال الرؤيه عليكم، بزاف ديال الهضره عليكم، بزاف ديال الحوايج. والاضافه اللي غتعطيوها لنفوسكم بعدا، قبل ما تعطيوها للنادي غتعطيوها لنفوسكم. النادي ما كيوقفش على ماتش ولا على لقب، ولا النادي غيبقى عايش وغيجيو ليه مسيرين ولاعبين. ولكن ننصحكم ما تنتظروا والو من هاد الناس اللي كاينين دابا حاليا في الرجاء. لي زيلترا غنتكلم عليهم من بعد، مشكورين بزاف على الكلمه اللي وصلوا وعلى الهضره اللي بغيناهم يوصلوا، راه وصلات الحمد لله. غير تنعاود نكرر كلامي، الفيديو دار على قبل اللعابه ديال الرجاء. اللعابه ديال الرجاء نتوما المسؤولين اليوم قبل اي شيء. يعني ما تدخلوش في لازون ولا في الخطه ديال المنخرطين وديال هاد الاداريين، غتكونوا بحالكم بحالهم. اليوم ما غنتحملش المسؤوليه ديال اداريين ومنخرطين. وي عرفنا لي سالير، عرفنا هاد المشاكل كامله عايشها الرجاء، ولكن اليوم انت عندك ماتش ديال السنه. يا اما ترجع الهيبه لنفسك قبل ما ترجع على الرجاء، يا اما ما غتكونش ورا السبت. هذه هي الهضره اللي غادي نقدر نقول. صافي سال الاجتماع اللي كان ما بين المكتب المسير والرئيس عادل هاله مع المنخرطين. حنا ما كيهمناش النقاط اللي تكلمتوا عليها، ما كيهمنا حتى شي حاجه. اللي كيهمنا حنايا هو انه الاستقاله خصها تكون مباشره بعد المباراه ان شاء الله ديال الغدا اللي غتكون كونتر سان داونز. كنتمنى اللاعبين يكونوا رجال ويكونوا عند المسؤوليه ويرجعوا لهذاك التوني الهيبه ديالو، ويرجعوا لهاد الفرقه الهيبه ديالو. الجمهور غدا راه غيساندكم، التيران راه كومبلي. الجمهور عمره ما تخلى عليكم، ديما كيكون معاكم في السراء وفي الضراء. فكنتمنى غدا يكون ماتش اللي التاريخ، ماتش اللي ما غنساوش، ماتش اللي غنبقاو نذكروه ديما. والتاريخ راه ما غينسى حتى شي لاعب اللي غيضحي على قبل الخضره. بالنسبه للاجتماع، تحياتي للرجال الرجاء، تحياتي للالتراس الرجاء اللي كانوا في الموعد وتكلموا بلسان الجمهور وقالوا داكشي اللي خصو يتقال. اول حاجه يعني لا لرجوع حسبان، ثاني حاجه الاستقاله، ثالث حاجه خصها تفعل شركه الرجاء، خصها ما تبقاش جمعيه، خصها ان شاء الله تولي شركه. النقاط هي اللي كنتكلمنا عليها وديجا تكلمت عليها انا في الفيديوهات السابقين. فالحمد لله انه مازال كاينين ناس غيورين على الفرقه، رغم انه بزاف الناس اتهموا الالتراس انه كتمشي ديبلاسمو على حساب المكتب المسير وعلى حساب عادل هاله. هادشي كامل اشاعات للاسف خرجوهم وتكلمت عليهم، وانا قلت لكم حذاري ثم حذاري. راكم عارفين شكون هما اللي كيخرجوا الاشاعات. والمشكله حنا بعض الرجاويين وبعض الصفحات كتسيق هذا الموضوع هذا وكتمشي في هذاك الموجه. انا شوف، انا خرجوا عليا انا اشاعات مشات غاده في هذيك الموجه، ولكن الحمد لله الايام ديما كتثبت شكون هو اللي على حق وشكون هو اللي خاطئ. ديما كنقول هذه الكلمه هذه وقلتها البارح في الفيديو السابق. فاليوم ان شاء الله او غدا ان شاء الله كنتمنى المكتب المسير السي عادل هاله يحطوا ديك الاستقاله ديالهم ويتوكلوا على الله. واللي غيكون رئيس مستقبلا ديال الرجاء راه خصو يكون بقيمه ديال النادي، يجيب واحد المشروع اللي يخرج النادي من هذه الازمه هذه. انا ما كنتكلمش على الازمه الماليه، راه قلت لكم الفلوس كاينه في الرجاء، واللي باغي يدير الفلوس في الرجاء ويجيب الفلوس الرجاء راه كاينه كيفاش الطرق عديده. راه الرجاء هذه ماشي فريق عادي، يكفي انك تقول غير اسم الرجاء راه كافي. المهم دخلوا في الموضوع الثاني اللي هو الموضوع الماتش ديال غدا. سبق لي وقلت لكم اللاعبين خصهم يكونوا رجال في الماتش ديال غدا. كنتمناو منهم انه يكونوا معنا رجال، يتقاتلوا يديروا اللي عليهم، والباقي راه على الجمهور وباقي علينا حنايا. هذا ما كان.
انا كرجاوي مازال عمري ما كنفقد الامل، كنبقى ديما كنثق في هذه الفرقه، ديما كنثق في هذا الكيان، لانه ماتشات صعاب وخرجنا منهم، ازمات صعاب وخرجنا منهم، فكنتمنى تخرجوا غدا بالانتصار اللي تفرحوا به الشعب الرجاوي وتعطيو تحيوا الامل ديالنا باش نتاهلوا في الشامبيونز ليغ. ومازال كلشي ملعوب، مازال البطوله ملعوبه، مازال الشامبيونز مازال كلشي ملعوب، كلشي بيديكم نتوما. الا تقاتلتوا ودرتوا اللي عليكم، كل واحد فيكم يحط الماكسيموم اللي عنده، كيف ما الجمهور كيحط الماكسيموم اللي عنده باش يكون حاضر معكم في التيران، نتوما ديروا نفس الشيء. هادشي اللي كاين الاخوان. خير ان شاء الله. ان بعد العسر يسر، هذا ما كان. وكيف العاده كان معكم اخوكم مهدي الزمام، ونشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم.